أيها الكرام، جلستنا في هذه الأمسية تكون على بركة الله عز وجل في أحاديث الزلازل. روى أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمن وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وقرأت الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ في رواية الهرج أيما هو يا رسول الله؟ قال: القتل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في هذا الحديث عن سلسلة من الأحداث تكون قبل الساعة. لا تقوم الساعة أي معناه لن تنقضي الدنيا ولن تفنى هذه الدنيا حتى تظهر هذه الأمور، حتى يقبض العلم. دخل أبو حامد الغزالي مسجد دمشق فوجد فيه 500 حلقة، فقال: ضاع العلم. كانت مساجد المسلمين تزخر بالحلقات وبالدروس، العلم منتشر في كل مكان، المساجد تؤدي دورها، العلماء يربون يكونون، شريعة الله سائدة، الفقه سائد، العلماء رائدون، أهل الخير والعلم هم أهل المشورة. إن بين يدي الساعة أو لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذ لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقبض العلم بالمعنى يفشو الجهل، ينتشر الجهل، يموت العلماء، يقتل العلماء، يسجن العلماء، يمنع العلماء، يحاصر العلماء، يطوق على العلماء، يقبح العلماء، يعني يسقطون من منزلتهم. لا تقوم الساعة حتى يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. حديث صحيح الإسناد كما خرجه الحاكم، وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم. إذا كان طوق العلم والعلماء ماذا ننتظر؟ ننتظر أن تفنى هذه الدنيا، لأن الأصل في بقاء الأمة المسلمة أداء الرسالة، حكم الشريعة، إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفتوحات، إعلان راية الإسلام هي السائدة، إقامة الولاء والبراء، السيطرة على الأرض بالحق لكسر شوكة الهراقلة والكياسرة والفراعنة. إذن هذه هي الغاية. فإذا ضرب العلم معناه ضرب الإسلام. العلامة الأولى: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. ويتقارب الزمان يتقارب، يعني تصبح وإذا به سويعات حتى تجد نفسك قد أمسيت وجن الليل. تغرب الشمس سويعات تجد نفسك بأنه قد شرقت الشمس أو تفجر الفجر. معناه يتقارب الزمان. روى الترمذي في السنن بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، يعني السنة تمضي كأنها شهر. يعني في القرون الأولى كانت بركة الوقت وبركة الزمن، معناها الوقت كان يعني
طويلا، يستغرق النهار وقتا طويلا حتى تغرب الشمس، والليل كذلك يستغرق الليل ليلا طويلا حتى يطلع الفجر. من أشراط الساعة يتقارب الزمن، السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، والجمعة كاليوم، الأسبوع يمر كمثل اليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة، يعني إذا به كاحتراق سعفة يابسة هكذا تحرقها، يعني لا تأخذ إلا يعني دقيقة أو دقيقتين أو 3 أو 5، يعني الوقت يمضي كالسيف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سبق قبض العلم على تقارب الزمن. العلماء هم بركة الأمة، هم ملح البلد. إذا كان العلماء يعني أهل توقير وأهل احترام ومحل تقدير ومحبة، لما أتحدث عن العلماء يعني علماء الله، علماء الحق، علماء الإسلام والشريعة، ليس علماء أحذية السلاطين ولا دعاة السوء. أتحدث عن العالم الذي حرز علمه وأعطى قيمة لفقهه. إذن سبق الله عز وجل قبض العلم والعلماء على تقارب الزمن. ولهذا يعني لما كانت مساجد الإسلام تزخر بالحلقات وبالعلم، وكانت يعني الأمة الإسلامية يعني تستدل بالعلم، ودستورها العلم، قانونها العلم، شؤون حياتها كلها مبنية على العلم، يعني كانت بركة الوقت وبركة العمل. أما إذا قبض العلم وحسر العلم معناه تطوق المساجد والعلماء وأهل العلم ويؤذى طلبة العلم، عند ذلك تقع العلامة الثانية، يتقارب الزمن. فإذا تقارب الزمن عند ذلك تكثر الزلازل. في أشياء ظواهر يعني لله سنن. ربنا عز وجل ينزل المطر بعد أن ينشئ السحاب، يخرج الولد من رحم أمه بعد زواج حلال، معناه فيه سنن. تخرج الثمرة بعد جهد وعمل، يبنى بيت بعد عمل، لبنة من وراء لبنة، ثم سقف وجدران وغير ذلك. يعني هذه سنن، ترتيب رباني، سنن الله. فتقارب الزمن يجعل الله له يعني علامات، ويجعل له كذلك سنن، تغيرات وأحوال، سواء في العالم العلوي أو العالم السفلي كما قال ابن كثير. وهذا يعرفه أهل الشأن والاختصاص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: وتكثر الزلازل. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمن وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل كانت في الأرض، يذكر الله عز وجل بها عباده. ولكن من أشراط الساعة تكثر الزلازل. إذا خرج الناس عن صراط الله المستقيم أدبهم بالزلازل. الزلازل آيات ربانيات يعاقب الله تعالى بها الكافرين والمجرمين، ويجعلها مطهرة وزكاة للمؤمنين. ما هو سبب الزلازل؟ ومتى تكثر الزلازل بالضبط؟ لا تقوم الساعة يعني قرب الساعة. ولهذا المهدي لما يظهر في سنوات زلازل وفتن، في مرحلة زلازل وفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبرنا أن مثل هذه الزلازل يعني تكون لسبب، وأن سنوات زلازل تظهر لسبب. جاء في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني والبزار وأبي يعلى ورجاله ثقات عن سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده
سنوات الزلازل. يعني الموتان موت شديد، وموتان شديد أي سواء قتل أو موت أو هلاك أو عقوبات أو نكبات، يعني تصيب الأمة وتصيب الناس بسبب بعدهم عن الدين وإعراضهم عن الشريعة. إن بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وهذه الزلازل التي يعاقب الله عز وجل بها الناس بسبب ما أحدثوه. فقد روى أحمد في مسنده، وابن أبي شيبة وابن ماجه وابن حبان، ورواه الطبراني والبيهقي والحديث صحيح الإسناد، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. إذن عقاب الله عز وجل لجزء من هذه الأمة أن ناسا من الأمة أي من المسلمين يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، أسماء لا يسمونها الخمر المحرمة، أسماء جذابة وبراقة ومزخرفة وإشهارات. هذا يعني تغيير لاسم الحرام. ويعزف على رؤوسهم بالمعازف، يعني المعازف الموسيقية غناء بمعازف، والمغنيات القينات في رواية أخرى، يعني غناء وخمر، معازف ونساء. يعني هذا كيف يسمونه؟ استحلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه البخاري في صحيحه وأبو داود، قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. معناه يستحلون الفروج، يستحلون الزنا، والحرير لبس الحرير، والخمر والمعازف الغناء بالمعازف. إذن هذا استحلال. ما معنى أن الله تعالى قد حرم الربا وتجعل له بنكا وتقننه بقوانين وتحميه بدستور وتعاقب من دعا إلى غلق هذه المفاسد المهالك الربوية؟ هذا تقنين تشريع، معناها استحلال للربا. يعني الله عز وجل حرم الربا وأنت تشرعه. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا التحريم بتشريع. ويأتي الرجل يتزوج امرأة أبيه، النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالردة، حديث عند البيهقي بسند صحيح ورواه أصحاب السنن الأربعة. فرق بين من ركب المعصية شرب الخمر أو تعامل بالربا، هذا صاحب كبيرة، وفرق بين من قنن وشرع ودستر، يعني هذه المحرمات، يعني كالربا والزنا، وأباح الخمر بسجلات ومصانع وحماها بقوانين. إذن هذا تشريع من دون الله تبارك وتعالى. وفي رواية أخرى عند الطبراني في المعجم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: متى تكون هذه الآيات؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. في رواية: لا يبيتن أقوام على طعام من هذه الأمة، على طعام وشراب وله، فيصبح وقد مسخوا قردة وخنازير. إذن عقاب الله عز وجل كالرجفة والزلزلة والخسف وغيرها من أنواع العقوبات يكون بسبب استحلال المحارم، بسبب استحلال المحارم. إذن هذه الزلازل
وهذه المحن وهذه العقوبات تكون بسبب ما يحدثه الناس، والمقصود بذلك المسلمون، لأن الكفار مستحلون كل ذلك من الفيل إلى الباعوض كما قال ابن القيم. وإنما المقصود بهذه العلامات أنها تكون في هذه الأمة، أي أمة التوحيد. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويتقارب الزمان ويكثر الزلازل وتظهر الفتن. تظهر الفتن. الفتن منذ أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي ضاربة في الأمة. تارة فتن عقائدية، ظهرت الطوائف البدعية وانقسمت الأمة إلى 73 فرقة. تارة تعبدية، ظهر الشرك والردة وعبادة القبب والقبور. وتارة تشريعية، ظهر المشرعون من دون الله، ومن نصب نفسه ربا من دون الله يحلل ويحرم كما يمليه عليه هواه والكفار. وتارة تشريعات، ظهرت هذه الفتن في الشهوات وفي الشبهات، في النساء، في البيوت، في المساجد، في كل مكان. نحن نعيش زمان الفتن. وتظهر الفتن أي تكون بارزة. السمة الغالبة في هذه الأمة معناه الفتن تكون منتشرة في كل مكان. لن تجد بلدا سليما تجد فيه الفتن على اختلاف أشكالها. وتظهر الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن هذه الفتن سوف تجلب المآسي، لأن هذه الفتن ستظهر صفان وتظهر فسطاطان، فسطاط حق وفسطاط باطل، فسطاط توحيد وفسطاط كفر، فسطاط سنة وفسطاط بدعة، فسطاط طاعة وفسطاط معصية. فتكون بلاد المسلمين مركبة، تجد الكفر وتجد الإيمان، تجد التوحيد وتجد الشرك، تجد الردة والإلحاد وتجد الإيمان والمؤمنين، تجد الأخيار وتجد الأشرار، تجد السنة وتجد البدعة، تجد أهل السنة وتجد أهل البدعة. يوجد طاعة ومعصية في الديار المركبة، توجد طاعة وتوجد معصية، خلط فتن. وهذه الفتن لها جماعات ولها رايات ولها أحزاب تدعو إلى هذه الفتن. فتن الكفر، فتن الردة، فتن الإلحاد، فتن الشهوات والشبهات. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة ضلالة، فرة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أي دعاة الشر. اليوم الشر ينطق، له صورة وصوت، وله جيوش تحميه، وله قوانين تدافع عنه. الشر اليوم لم يصبح شرا محضا، بل الشر اليوم قوي ممكن بقوة، وأشرار ملتفون حوله، أحزاب إبليس وجماعات الدجال. إذن وتظهر الفتن. وكما أن للباطل رجال وأهل، فكذلك للحق رجال وأهل، ويكثر الهرج. إذن كل هذه الأمور إذا قبض العلم يتقارب الزمن، وإذا تقارب الزمن تكثر الزلازل، وتكثر الزلازل تظهر الفتن، وإذا ظهرت الفتن يكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ أو أيما هو يا رسول الله؟ أي النوع هو أو أي الأنواع هو؟ قال: القتل. انتشار القتل في كل مكان. هذا الهرج وهذا هذا الحصار للمساجد وقع منذ تقريبا أن سقطت الخلافة العثمانية. لما بدأ الملك الجبري، لما بدأت مراحل الفتن الكبرى، عند ذلك الآن انتشر القتل في الفتن المقصود. وأما قتل المشركين والكفار للمسلمين كان عبر القرون الماضية، وما حادثة الأندلس ببعيد،
وما فعلوه يعني في المشرق مع ما فعلوه في المغرب. يعني قتل الكفار للمسلمين كان قبل قرون، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام ربط الهرج بالفتن، يعني فتن آخر الزمان يكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل، يعني تكون فيه يعني مجازر كبيرة، ولا يدري القاتل فيما قتل في بعض الحالات ولا المقتول فيما قتل، يعني تكون فيه يعني رايات جاهلية، يعني اقتتال بلدان ودول فيما بينها على غير حق، وكذلك يعني ظلم وعدوان ضد بعضهم بعضا بغير سلطان من الله وبغير كتاب وسنة، يعني قتل جاهلية. القتل والقتل المقصود هنا معناه بغير حق. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه قال ليس بقتلكم المشركين، إنما يقتل الرجل أباه وأخاه وعمه وجاره وابن عمه، رواية أحمد في المسند بسند صحيح كما قال الحافظ بن حجر. إذن المقصود بذلك الهرج معناه القتل الباطل أو قتل العدوان. إذن هذا الحديث يعني من معالم النبوة، وقد أخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء ظهرت وأشياء نعيشها اليوم، وبقيت أشياء سوف تراها الأمة. نسأل الله تعالى الفرج لهذه الأمة والفتح المبارك الميمون، آمين يا رب العالمين.